فيلمنا بيبدأ مع دكتورة أطفال اسمها مي واللي بتكون بتسافر من بلدها وقررت إنها تستقر في مدينة هونج كونج. وعند تفتيش المطار بيبان إن معاها شنطة فيها أكل وشوية مستلزمات بسيطة، وبتوصل مي على سكنها الجديد وبتكب كل الأكل في الزبالة ما عدا طبق أكل واحد واللي بيكون فيه شيء غريب وهو أجنة الأطفال تم إجهاضها. وبيتضح إن مي خبت الأجنة وسط الأكل علشان تعرف تعدي بيها من المطار، وده لأنه بيبقى غذاها الوحيد. وبنعرف إن مي اخترعت وجبة من الأجنة واللي بتقدر تخليها في جسم شابة جميلة على الرغم إنها عندها 60 سنة. وبتبدأ فطارها بأكل الأجنة وهي نية علشان تقدر تحافظ على جمالها لأطول وقت ممكن. وبنعرف إن مي هربت من بلدها بعد ما كانت دكتورة توليد شاطرة في مستشفى كبيرة، وده علشان الشرطة عرفت إنها بتسرق الأجنة الميتة من المستشفيات وبتاكلها أو بتبيعها. وبتيجي واحدة اسمها مدام لي واللي بتكون ممثلة مشهورة ولكنها خسرت شغلها بسبب إنها كبرت في السن وبقت مجرد زوجة عادية لرجل أعمال اسمه لوهان. وعرفت من مصادرها الخاصة إن مي عندها حل سحري لمشاكل الشيخوخة واللي أقوى 100 مرة من المكياج وعمليات التجميل. وبتكون في الأول ليه مترددة إنها تروح لها لما بتشوف المكان اللي عايشة فيه مي واللي بيبقى مكان فقير جدا على عكس ما كانت متوقعة. ولكن في النهاية بتقدر توصل ليه لبيت مي، وقتها بترحب مي بيها جدا، بالأخص لما بتعرف إنها ممثلة مشهورة وزوجها رجل أعمال كبير جدا وهتقدر تكسب منها مبلغ محترم ممكن يغير لها حياتها. ولكن بيبان إن ليه مش واثقة في الكلام اللي سمعته عن مي وعن اختراعها اللي بيرجع العمر من تاني لما بتشوف المكان اللي عايشة فيه وبتشك إنها ست نصابة، لحد ما بتطلب مي من ليه إنها تخمن سنها. فبتقول لها ليه إن سنها 30 سنة تقريبا، فبتضحك مي وبتقول لها إن سنها فوق 60 سنة وإن الحيوية اللي هي فيها نتيجة الزلابية السرية اللي هي بتعملها. وبتستغرب ليه وبتكون مترددة في الأول ولكن بتوافق وبتقرر إنها تجرب لأنها خسرت نجوميتها وقربت كمان إنها تخسر جوزها لوهان من بعد ما بقى بيخونها مع بنات أصغر منها بكتير. فبتطمنها مي وبتعرفها إنها ترجع جميلة أكتر من الأول، ولكن مش بتعرف ليه مكونات الزلابية اللي هي بتعملها. وبيجي ميعاد الأكل وبتكون مدام ليه متحمسة إنها تدوقه، لكن مع أول قطمة بتقرف جدا من طعمها الزفر وبترميها على الأرض. وبيبان إن الزلابية طعمها صعب جدا لدرجة إن الكلب بيعرف ياكل منها. ولكن بتيجي مي وبتشيلها من على الأرض وبتقترح عليها تاكل وهي بتفكر في النتيجة وإنها ساعتها هتقدر بس تسترد نجوميتها وسعادتها مع جوزها من تاني. ولكن الموضوع بيكون صعب على مدام لي لحد ما بتقرر مي إنها تغني لمدام لي وهي بتاكل علشان تلهيها عن بشاعة طعم الزلابية. وبيروح لمستر لوهان زوج لي وهو في حمام السباحة وبيعاكس واحدة من موظفين الفندق، فبتشوفه مدام لي وبتحزن على نفسها بسبب جوزها اللي دايما بيخونها. وفي تاني يوم بتروح مدام لي لبيت مي علشان تكمل باقي وجبات الزلابية. وفي الوقت ده بتشوف مدام لي فيلم قديم ليها على التلفزيون وقت لما كانت شابة وجميلة، وبتسأل مي عن سر مكونها السحري. فبترد مي وبتصارحها إنها بتستخدم في الزلابية بتاعتها لحم الجنين اللي تم إجهاضه. فبتتصدم مدام لي وبتبقى مش متخيلة إن اليأس ممكن يوصلها إنها تاكل لحم الأجنة الميتة، وبتفكر ترجع عن قرارها لحد ما بتفتكر خيانة جوزها ليها ومستقبلها في التمثيل اللي ممكن يتدمر. وساعتها بتتشجع وبتاكل الزلابية وهي بتتفرج على صور مي لما كانت في سن ال20 وشكلها متغيرش لحد دلوقتي. وبيعدي الوقت وبيبدأ مفعول الزلابية يبان من مرة تانية، وبتستعيد مدام لي حيوتها النفسية الأول. فبتقرر تقول لجوزها إنهم يخرجوا يعملوا شوبينج ويسافروا سوا علشان يجددوا علاقتهم مع بعض. ولكن جوزها بيتحجج إن عنده شغل وبيكتب لها شيك بمبلغ كبير وبيسيبها وبيمشي. وساعتها بتسمعه ليه وهو بيتكلم مع موظفة الفندق على التليفون وبيتفق معاها على ميعاد علشان يعمل معاها علاقة. ولكن بيبان إن مدام ليه مش متضايقة لأنها متأكدة إن من بعد فترة صغيرة هتقدر إنها تسترد جوزها من تاني لأنها هترجع أجمل من الأول بكتير. وفي تاني يوم بتروح مدام ليه البيت مي، وهناك بيبان إن مدام ليه مستعجلة على النتيجة لأنها عايزة شكلها يتغير في أسرع وقت. فبتقول لها مي إنها لازم تصبر عشان تقدر تلاقي نتيجة وإنها لازم تعاني علشان تبقى جميلة وترجع ثقتها في نفسها زي زمان. ولكن بتصر مدام لي وبتقاطعها وبتكلمها بشكل وحش وبتقول لها تدور على مكون مفعوله أقوى من كده وإلا مش هتجيلها تاني. وبعد ما بتمشي بتيجي واحدة اسمها كيت هي وبنتها واللي بتطلب المساعدة من مي علشان تساعدها في المشكلة اللي فيها. واللي بتكون كيت جاية علشان تجهض بنتها الصغيرة لأنها بتكون حامل من جوزها اللي اتجوزته من قريب في السر. فبتخاف في الأول مي بسبب إن الطفل عمره 5 شهور وإن القانون وقتها يعتبرها جريمة لو عملت عملية الإجهاض.
الإجهاض. فبتنهار كيت وبتقول لها إنهم مش هيقدروا يحتفظوا بالطفل، وإن البنت عمرها 15 سنة بس على إنها تشيل مسؤولية طفل. وساعتها بتوافق مي على إنها تعمل لبنتها عملية الإجهاض علشان تأكل لحم الجنين لمدام لي وما تخسرش زبونة زيها. وبنروح لمدام لي وهي في الفندق، واللي بتشوف موظفة الفندق خارجة من أوضة جوزها بعد ما حصل ما بينهم علاقة. فبتتعصب ليه وبتتصل على مي وبتطلب منها حل مشكلتها بسرعة، لأنها بتبقى عارفة إن مي بجسم شابة ولكن عندها عقل ست عجوزة وليها خبرة في الحياة. وساعتها بتنصحها مي إنها تتخلى عن الزعل والعصبية لأنهم بيتسببوا في الشيخوخة أكتر من التقدم في العمر. وفي الليل بتجهز مي البنت لعملية الإجهاض، وبسبب سنها الصغير بتنزف، ولكن ما بتهتمش مي وبتكمل في جهاض الطفل. وبعدها بتخرج مي تكلم مدام لي وبتطمنها إنها أخيرا جابت لها التركيب اللي مفعوله أقوى من الأول بمراحل، وإنها هتقدر ترجع لها شبابها بشكل أسرع ولكنه أغلى بكتير من السعر العادي. فبتفرح مدام لي وبتقرر إنها تروح بالليل في نفس اليوم بسبب حماسها إنها تلاقي نتيجة. وبتطلب منها مي تستنى لحد ما تجهز الزلابية، ولكن بتكون مدام لي عندها فضول تعرف إيه هو المكون السحري اللي ممكن يرجع أي بنت لشابة جميلة. فبتروح تتجسس على مي وهي بتطبخه، وبتتصدم ليه لما بتشوف الجنين اللي عنده 5 شهور وهو بيتقطع على أجزاء صغيرة وبيتجهز للوجبة بتاعتها. فبتهرب من المكان بسرعة وبتطلع تجري، ولكن بتقرر إنها تتنازل عن مشاعرها وترجع تاني لما بتفتكر حياتها وخيانة جوزها ليها. وبتقرر إنها تاكل الأجنة الميتة بدون حتى ما تفكر اللي ممكن يحصل لها. وفي نفس الوقت بيجيلها اتصال على الموبايل وبتعرف إن جوزها عمل حادثة وفي المستشفى. فبتقوم بسرعة علشان تروح له، وفي الطريق بتبدأ أعراض الزلابية تبان عليها وبتحس إن فعلا مفعول الزلابية ظهر بسرعة، وبتحول جسمها لجسم كل حيوية ونشاط وكأنها رجعت شابة في عمر المراهقة. وأول ما بتوصل لجوزها في المستشفى بيحس بالتغيير وبينجذب ليها وكأنهم بيبدأوا علاقتهم من أول وجديد. وبنروح لكيت وهي مع بنتها في الباص، وبيبان إن بنتها تعبانة وبتنزف بشدة بعد عملية الإجهاض لحد ما بتقع على الأرض وبتموت من شدة النزيف وهي في حضن مامتها. وبتنهار مامتها من العياط بعد ما خسرت بنتها الوحيدة. وبنروح لمدام لي لما بتصحى من النوم وبتشوف التغيير اللي ظهر فجأة على شكلها وبشرتها والتجاعيد اللي اختفت لدرجة بشرتها بقت شبه الأطفال. وبتكون مبسوطة وبتقرر إنها تعمل حفلة وتعزم فيها كل أصحابها علشان تستعرض جمالها قدامهم. وبتلاحظ إن جوزها بقى بيهتم بيها وبقى موجود معاها طول الوقت لدرجة إنه بينهي سفرياته وقرر يوفر الوقت علشان يقضيه بس مع ليه وكأنهم لسه متجوزين جديد. وبيجي ميعاد الحفلة وبيلاحظ كل أصحابه والحاضرين إن مدام لي خارج من جسمها ريحة بشعة وكأنها ريحة سمك. فبتتوتر ليه وبتسيب الحفلة وبتجري بسرعة تاخد شاور وبتكب كل العطور والشاور في البانيو. وبتتصل على مي وبتزعق لها وما بتكونش فاهمة السبب من الريحة. وساعتها مي بترد عليها باستهتار وبتفكرها لما قالت لها إنها لازم تعاني علشان تكون جميلة، وإن الريحة دي شيء طبيعي هيروح أثره بعد يومين بسبب أكلها للأجنة. وفي الوقت ده بيجي جوزها لوهان وبيسمع مكالمة ليه مع مي، وساعتها بيكتشف سر التغيير اللي حصل لمراته فجأة. فبتقفل مدام ليه السكة في وش مي بسرعة، وبتتابع فيلم قديم على التلفزيون وقت لما كانت مي شابة وجميلة علشان تهون على نفسها، وبتكون حريصة إنها ما تزعلش لأن الزعل بيساعد على الشيخوخة. وبالليل بيقرر مستر لوهان زوج ليه إنه يروح لبيت مي علشان يواجه مي باللي هي بتعمله وبيهددها إنه هيبلغ عنها. ولكن مي بيتأثر عليه بنفس الطريقة اللي أثرت بيها على مراته وبتقول له إنه مجرد محل زلابية وبترحب بيه. ووقتها بتشرح له عن فوائد أكل لحوم البشر من سنين وإنه مليان بالفوائد اللي بتمنع تقدم عمر الإنسان بشكل نهائي. وبيتأثر فعلا مستر لوهان بكلامها وبيقرر إنه ياكل الزلابية اللي هي بتصنعها علشان يسترد شبابه من تاني زي مراته. وبتبدأ مي إنها تغريه لأنها عارفة إنه شخص غني ويعتبر البنك المركزي بتاع مدام لي. وبينجذب ليها مستر لوهان وبيقرب منها، ولكن بيتصدم لما بيشوف صورة لمي على الحيطة واللي مكتوب عليها تاريخ من 40 سنة لما كانت مي في عمر ال20. فبيتصدم لوهان وبيحس إن اللي شايفه ده مش حقيقي، ولكن بتقول له مي إن عمرها 60 سنة وإن الزلابية دي هي السبب في الحفاظ على شبابها. وفجأة بتتصل مدام لي على مي علشان تطلب منها زلابية جديدة، ولكن ساعتها مي بتقفل السكة في وشها لأنها ما بقتش محتاجة لها من تاني من بعد ما عرفت توقع مستر لوهان في حبها وهتقدر تاخد فلوسه. وبيخرج مستر لوهان من عند مي وبيوعدها إنه هيجيلها دايما علشان ياكل من الزلابية اللي هي بتعملها. وبتيجي بعده مراته ليه وبتخبط على باب مي، ولكن ساعتها مي بترفض تفتح لها الباب. فبتروح مدام لي وهي مكسورة وحزينة بسبب الريحة الكريهة اللي بتخرج
تخرج منها، ومع الأيام حالتها بتتدهور أكتر وبيبان إن آثار الشيخوخة بدأت ترجع لها من تاني، فبتروح لدكتور علشان يحاول يساعدها أو تطمن على نفسها. ولما بتخرج بتشوف موظفة الفندق في المستشفى اللي كانت في علاقة مع جوزها، وبتعرف إنها حامل من جوزها لوهان، فبتنهار ليه من العياط وبتحس إن حياتها رجعت أسوأ من الأول، وبتقرر تروح الكوافير علشان تدور على مي، وهناك بتترجاها إنها تطبخ لها الزلابية من تاني قبل ما ترجع لسنها الحقيقي، وبتعتذر لها على معاملتها ليها. ولكن مي مش بتهتم لأنها بتكون عارفة إنها قدرت تسرق جوزها وبتقبض منه الفلوس اللي هي عاوزاها، فبتخرج ليه شيك بمبلغ كبير بقيمة نص ثروتها، وبتهددها إنها لو ما عملت لها الزلابية هتبلغ عنها البوليس، وبتسيبها وبتمشي. وبيجي تليفون لمي من مستر لوهان وهم بيتفقوا علشان يتقابلوا بالليل، وساعتها بتاخد مي الشيك بتاع ليه وبتقرر تقطعه من بعد ما بقى مش فارق معاها. وبيروح لكيت أم البنت اللي ماتت واللي بتكون قتلت جوزها انتقاما لموت بنتها لأنه السبب في موت بنتها بعد علاقة محرمة، ووقتها بتعترف للشرطة إن بنتها ماتت على إيد العمة مي من بعد ما عملت لها عملية الإيجاد في بيتها. وبتعرف مي إن الشرطة بتدور عليها في كل مكان، فبتقرر إنها تهرب من المدينة وبتسيب كل حاجة في البيت حتى الموبايل بتاعها. وبتوصل الشرطة على بيت مي وبتفتشه، وبتكتشف الشرطة آثار الأجنة وأدوات التقطيع المليانة بالدم واللي كانت دايما بتستخدمها مي في صنع الزلابية بتاعتها. وفي الوقت ده بترن مدام لي على تليفون مي، وبتلاقي إن واحد من الشرطيين رد عليها، فبتقفل السكة بسرعة وبتفقد الأمل، وبتعرف إن مي هربت ومش هتظهر تاني، فبتقرر إنها تصنع الزلابية بنفسها. وبتقابل عشيد جوزها واللي هي موظفة الفندق، وساعتها بتعرض عليها مبلغ مالي كبير بمقابل إنها تجد الطفل اللي في بطنها، وبتوافق البنت فعلا وبتروح تعمل العملية في نفس اليوم. وساعتها بتطلب مدام لي من الدكتور إنه يعمل العملية من غير مسكنات بسبب إنها عايزة تحافظ على حالة الجنين، وإن البنت تحس بالألم لأنها كانت عشيد جوزها ودمرت لها حياتها، وبكده ليه تبقى أخدت حقها منها وفي نفس الوقت هتقدر إنها ترجع شبابها. وبتاخد مدام ليه الجنين وبتبدأ تقطع الجنين وبتصنع وصفة الزلابية نفسها، وكأنها ورثت صفات الشر من العمة مي من بعد ما بقت مهووسة بشكلها وجمالها. وبتقرر إنها تنفصل عن مستر لوهان لأنه بالنسبة لها راجل عجوز وملوش فايدة، وبتروح تتجوز من شخص تاني وبتعيش قصة حب جديدة مع شاب صغير في السن علشان بيكون لايق عليها وعلى شكلها الجديد. الفيلم ده بصوت عبد الله طارق بتاع فيلم في الخلاط، وكتبت السكريبت سام علي. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لنا لايك وفولو على الفيس او سبسكرايب على اليوتيوب لو حابب تشوفنا تاني، ويلا سلام.